مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ انت حضرتك في اسبانيا؟ انا في اسبانيا. طب اسفين لازعاجك، معلش. الاول سلامي لكل الكباتن اللي عندك موجودين يا كابتن مجدي عبد الغني والكابتن ايمن يونس. ما شاء الله. كابتن مجدي مساء الخير، وكابتن ايمن مساء الخير. مساء النور. دلوقتي لدينا معلومات مؤكده انه تم النهارده ارسال عقد شيكابالا لمنطقه الجيزه، ومن المؤكد ان هم احاطوك علما. طبعا ادينا فكره هاني بيه. هو النهارده احنا ما ايدناش شيكابالا، ان شيكابالا متأيد، بس انا هتكلم ازاي والكابتن مجدي عبد الغني قاعد؟ لا معلش. يعني هو رئيس لجنه شؤون اللاعبين وعارف كل حاجه، انا هطلع قدامه صغير. لا اتفضل يا هاني بيه اتفضل. فاحنا النهارده هم بعتوا المستشار جلال ابراهيم، بعت العقد المبرم ما بين كابتن شيكابالا وما بين نادي الزمالك، وطلبوا التفعيل بتاع العقد. واحنا طبعا ما فيش حاجه اسمها قيد، لان الولد اللعيب كده كده متأيد، وما فيش مواعيد قيد دلوقتي، هو اساسا مقيد في القايمه بتاعت نادي الزمالك. نعم. العمليه كلها اللي هو تفعيل العقد، البنود الماليه اللي هي مختلفه عن البنود الماليه، لان هو العقد بتاعه ازيد من العقد السابق. فاحنا فعلنا له العقد من النواحي الماليه، ودفعوا فعلا اول سنه حسب تعليمات الاتحاد المصري لكره القدم ال1% بتاعته. دفعوا للمنطقه يعني هم فرع الاتحاد اللي هو فرع الجيزه. اوكي. يعني دلوقتي العقد اللي جه لحضرتك من موسم 2010 2011 2010 2011 بالظبط. ب5 مليون. احنا عملناه بتاريخ النهارده عادي جدا. واللي هو لان النهارده احنا لسه بنشتغل في الدوري العام، فكده كده الموسم ما انتهاش. ما هو ده اخر يوم النهارده. احنا مضينا بتاريخ 10/7 على استلام العقد والبنود بتاعته، ونادي الزمالك دفع السنه بتاعته. بالظبط. وهو بعد كده بقى يطلعوا اتحاد الكوره، ده مشكله النادي بقى. والعقد مدته 4 سنوات. والعقد مدته 4 سنوات. يبدا 2010. وامضت طبعا الكابتن شيكابالا عليه يعني وبصمته عليه. واللي ماضي طرف تاني المستشار جلال. هو انا نعم. اللي ماضي طرف تاني المستشار جلال ابراهيم. والله يا كابتن مدحت بمنتهى الصراحه انا دي طبعا ما شفتهاش نظرا لعدم وجودي، بس طبعا الخبره بتاعت الكابتن ابو العز واسامه ابو زيد وعبد المجيد سليم كلهم كانوا موجودين وعملوا فريق عمل هناك. اكيد هم طبعا يقدروا يعني يفتوا فيها اكتر، لكن احنا ما بنتعاملش طبعا مع اشخاص، احنا بنعتبر مع جهات. كنادي الزمالك ما لناش دعوه مين اللي ماسكه. يعني انت تقصد مالكش دعوه مين الطرف الثاني في العقد. احنا نادي الزمالك طبعا خاتم، وعلى فكره اللي جاب لنا العقد الدكتور اشرف صبحي، وكان معاه الاستاذ مستشار احمد البرع رئيس الشؤون القانونيه مظبوط في الزمالك. مظبوط. وهم اللي جابوا العقد في فرع الجيزه وتم مراجعته. وبس خلاص. ويبقى ده مدته 4 سنوات، يبدا موسم. وبعدين على فكره الامضاء التوقيع طبعا 12 وكل حاجه 13 14 كل التوقيعات سليمه. انت تعرف يا كابتن مدحت النهارده مثلا كان ربع ساعه تليفون بس مع مستشار جلال ابراهيم، ان هو من كتر شده حرصه انه حتى الفلوس بتاعت النسبه بتاعت الفرع الاتحاد يدفعها، ان هو يقول لي انا ما بكتبش حاجه بدون رصيد، لغايه ما جابها بعت جزء كبير منها نقدا كمان يعني. بالظبط. فطبعا الراجل اللي حريص على كده حريص طبعا على صحه كل الاوراق اللي هو بيقدمها باسمه. صحيح. انتوا كده تاخدوا. انا زي ما الكابتن ايمن يونس انا سمعت شويه ان اللعيب طبعا احنا كلنا عارفين ان محمود عبد الرازق قد ايه شيكابالا زملكاوي ومتمسك بالنادي، اما مفاوضات بينه وما بين نادي اخر من خلال نادي الزمالك دي حاجه ترجع لهم هم الاثنين. طبعا مفهوم. وانتوا حصتكم 1% يعني 50,000 جنيه. احنا خدنا 1% اللي هم 50,000 جنيه من السنه الاولى، لان دلوقتي الاتحاد اللي هم 50,000 جنيه. هاني بيه سنه بسنه بيتكلم على التوتال العقد، هو بيكلمك على سنه واحده. على سنه، ما انا بتكلم على سنه واحده 50,000 جنيه مظبوط. 56,000 يا كابتن. 56 زي ما انا قلت بالظبط، اللي هو ال5 مليون. شكرا هاني بيه، اشكرك شكرا جزيلا. يبقى 5 مليون.